تخيل شاب فقير يقرر يتحدى أغنى وأقوى نبلاء المملكة في سباقهم الخاص. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب المملكة القديمة كان في سباق سنوي اسمه سباق عربات النيل الذهبية. السباق ده ما كانش لأي حد، كان مخصص للنبلاء وأصحاب الدم الأزرق بس. القوانين كانت صارمة وممنوع أي حد من عامة الشعب حتى يحلم بالمشاركة. لكن في حي فقير كان في شاب اسمه زين كان حداد بسيط، لكن عقله كان سابق زمانه. كان بيحلم يشارك في السباق ده ويكسر القوانين الطبقية الظالمة. الكل كان بيضحك عليه وبيقول له ده جنون، مكانك مش هناك. لكن زين كان عنده إيمان بفكرته وقرر يصمم عربية ما حدش شاف زيها قبل كده. بدأ يجمع كل قطعة خردة يلاقيها ويشتغل عليها ليل ونهار في ورشته الصغيرة. صمم عربية شكلها غريب، لكنها كانت بتعتمد على تقنيات مبتكرة وميكانيكا معقدة. استخدم نظام تروس عجيب عشان يزود سرعتها بشكل مش طبيعي. وجي يوم السباق والنبلاء كلهم واقفين بعربياتهم الفخمة اللي بتجرها أحصنة أصيلة. وفجأة ظهر زين بعربيته الغريبة وسط ذهول وصدمة الجميع. الحراس حاولوا يمنعوه، لكن الملك اللي كان مل من غرور النبلاء قرر يديله فرصة. السباق بدأ وعربيات النبلاء انطلقت زي السهم. عربية زين كانت بطيئة في البداية والكل بدأ يسخر منه، لكن زين كان بيخبي ورقته الرابحة.